لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الثالث عشر للليغ. الله نعم، فريق إيراولا يقولها نحن أبدا لا نخشى. تمريرة التسلل غير موجود، كرة ما زالت تصويبة هنا تأتي لكن إلى خارج السيوب. هنا فيني يتقدم في أول انطلاقة، فيني يسقط ويتحصل على خطأ فينيسيوس وبطاقة صفراء فقط. هي الدقيقة كانوا التحرك من أسينسيو رودريغو، التسديدة لكن بعيدة خلف، وصلت بعد ذلك محاولة تصويبة من فالفيردي والتسديدات فالفيردي وأداء دوري انطلاقة لا تأتي ملكية، محاولة تصويبا مسافة بعيدة لكنها تحولت إلى خارج الملعب. لاعبي الرايو، كرة من أسينسيو يتقدم في وسط الملعب، سقوط خطأ منقولة، عرضية تأتي خطورتها مستمرة، والتأثير غياب توني كروس على ريال مدريد تأثير أكبر من غياب كريم بنزيما. نعم هكذا قال المدرب ميليتاو. لديه الكرة والضغط العالي ومن ثم إلى خطأ، هنا يصفر، وصلت لمصلحة رايو، التقدم من الجنب. بالازون على التنفيذ، يرسل كرة داخل منطقة الجزاء، صدمت في على الصعيد بطولة الدوري. فرصة الثاني والتقدم في الطرف الايمن، والتسديده تاتي ولكن تعتل العارضه وتتحول الى خط لانطلاق ريال مدريد حتى من خلال مباراه اليوم ومن خلال المباريات. اسيوس لديه كره من الطرف الايسر، بعد ذلك مطالبه كانت بوجود خطا، حكم اللقاء اشار. مودريتش يتقدم، مقطوع الكرة لا يستعيدها لوكا ومن ثم إلى خطأ، بينما هنا تمريرة داخل منطقة الجزاء، ما زالت الكرة منقولة لمصلحة الراي، وعرضية ترسل والراسية كادت تأتي هنا خطأ. فرصة لعرضية ربما ترسل الآن، منقولة الكرة كرة في اليمين، بالازون بعد ذلك باليو والعرضية لكن تيبو اليمين، عرضية ترسل داخل منطقة الجزاء، ينقل الكرة في اليمين، وصلت من باليو، يرسل قدم في اليمين، إيسو عند الكرة يحاول فيها ويسي، التغطية كانت موجودة من تشواميني. الملعب لوكا مودريتش، الفريق يريد أن ينهيها، هذا الفريق من خلال وخسر أمام فريق لايبتسك. نعم الريال من دون بحث عن مساندة، إيزيو مر الكرة بينية لكن هو أن يعود مرة أخرى، وهذه اللحظات التي يتقدم فيها. حاول فيني ومر رودريغو بعد تسديدة، كرة منقولة عالية داخل منطقة ثلاثة أندية لم تخسر بعد في الدوريات الخمسة الكبرى. نابولي في إيطاليا الموسم الماضي. لوكا يرسل كرة عالية من أجل كرة منقولة طولية لمصلحة فريق ريال، الخطورة قائمة، التغطية موجودة لكن شاهدوا حينما تفتك الكرة في اليمين، كارفاخال إلى أسينسيو يحاول في ممتاز الكرة، إيزي والتصويبة تأتي، الله على كرة مستمرة، عرضية ترسل داخل منطقة الجزاء لكن لمسة يد كانت موجودة. لاعب فريق رايو أسينسيو يتقدم، يسقط، يطالب بوجود ركلة جزاء، حكم اللقاء أشار إلى استمرارية اللعب في اللقطة الماضية. أسينسيو لوكا فنظرة، لوكا فتسديدة فابتسامة فتعادل فسعادة لمدريد. نعم هنا لوكا نظر واختار فقرر فسدد ففرح فسجل، كما يسعد هنا حتى في التمريرة في الطرف الأيمن، كارفاخال عرضية فايكانو، التقدم من الطرف الايسر، عرضيه انطلاقه، محاوله قائمه للرايو، التصويبه لحارس المرمى ديمتريفسكي، كره عاليه راسيه، الله يا ادر يا ميليتاو، هذا الهدف باي طريقه كانت نشاهد اهداف بالكرات الراسيه لكن قائمه، فرصه من اجل التعادل، فرصه تاتي، نعم هدف من قلب، سجله من داخل قلب هذا الألفار. لذلك في وسط الملعب مجددا، يعني في هذا الطويلة لفريق ريال مدريد، فينيسيوس الكرة يحاول فيها، الكرة بتعود بعد ذلك إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. الكرة وصلت إلى الخلف، بتعود لمصلحة رايو، التغطية موجودة عن طريق يتقدم في اليمين، الكرة ما زالت، لا سيكون الحال، هل يتحسن ريال مدريد؟ ممتازة رودريغو
ضاعت كرة رودريغو إلى خل فريق الملكي. كرة منقولة، كرة فران يتقدم غارسيا والعرضية الراسية خطيرة كانت في فريق الرايو فايكانو. إدر ميليتاو عدل الثاني، كرة منقولة للرايو، التصويبة من هذه المسافة، كرة منقولة عالية من الطرف الأيسر بنفس الطريقة التي دخل في وقت الحديث عن غارسيا. هنا تسديدة تأتي من جديد، لكن في الأخير عادت لمصلحة فريق غارسيا. يتقدم غارسيا، عرضية خطيرة، لكن التغطية كانت موجودة، والإبعاد من إدر، الإبعاد من ميليتاو. يعني ميليتاو بالفعل وصلت إليه مرة أخرى عرضية. كرة ستلعب في هذه اللحظات، منقولة داخل منطقة رودريغو يحاول يطرد في هذه الأثناء بعد اعتراضه عكس الطرف الايسر. محاولة قائمة وينهى الكرة، مطالبة بوجود لمسة يد، على هنا تريخو. جول فعلها تريخو هذه المرة،